لك اتجوز ليه؟ لا انا كده كويسه جدا جدا، انا في بيت اهلي معززه مكرمه، وانا كذا وبخرج وبنزل وبشوف حياتي وبنمي ذاتي وانا ما شاء الله عليا يعني. وهو يقول لك لا لا لا، اجيب وجع دماغ ليه لنفسي؟ واحده تصحيني ومسؤوليات وكذا وكذا. دول ما تربوش صح، دول اتربوا على الاتكاليه او الحياه الهاديه، الحياه بقى اللي ايه، لا مش الهاديه، اللي ما فيهاش تكاليف. ولو هو تزوج بالمعاني دي يبقى زوج اتكالي. طب اعملي انت بقى، ما روحي بس روحي انت وشوفي ما اعرفش ايه او هي، لا. المفروض ان انا لما ابقى فاهمه انا عايزه اتزوج سنه فطره، عايزه اتزوج اعفاف النفس، وفي بضع احدكم صدقه. اللي عايز يتغنى وفقير يتزوج، خذوهم فقراء يغنيهم الله. فاللي عايز ربنا يزود له رزقه يتزوج. شوفوا الامور عامله زي كده، احنا مش فاهمين كده. لكن مشاركه، وفي نوع من انواع التعاون المشترك بيني وما بين زوجتي. هي عليها كذا وانا عليا كذا. سيدنا علي قال الحاجات خارج البيت كذا، اما داخل البيت فالفاطمه. يبقى تقسيم مهام. المفروض ان انت عليك تساعدني حتى جوه البيت وقت كذا، وتقول لك انا والده وابني كذا، هو يقول لك اطلعي بابنك بره الاوضه انا عايزه انام ورايا شغل. طب ده رد عليه ازاي؟ ده يترد عليه ازاي؟ ابنك يعني هي جابته هوبا كده، سقفت جابت ابنك، ابننا، لا ابنك ولا ابني، ابننا مشترك. وهي تعبانه ولا سخنه ولا جرالها ولا هتموت وتقع من طولها وضغطها واطي، ساعدها ساعدها. فالزواج مش بس حب ورومانسيه وفوتوسيشن ونخرج ويا سلام بقى نلت الممنوع وكذا وخلاص وخلصت الليله على كده وانتهينا. لا طبعا مشاركه، ولازم ابقى فاهم كده. تختار تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاصفر بذات الدين تربت يداك. يبقى أنا عندي هو صاحبة الدين اللي لها مرجعية مع الله، اللي تخاف الله، اللي أكون بره وهي متقية ربنا في بيتي وفي مالي وفي عرضها وفي شرفها وفي اسمي وفي عيالي وفي تربيتهم. أجيب الصالحة، ما اجيبش الهوائيه، ولا اجيب اللي كل شويه بحال، واللي مش عارفه ايه هو انا كده ولازم تسمع، واللي يحبني يحبني على اللي موجود. لا ما فيش كده. ولا تاخد الكاذبه، ولا تاخد الشكايه، ولا البكايه، ولا القنانه اللي عماله تئن وتزن ديت علشان على كل حاجه. ودينا عند امي بقى عشان انا خلاص انا مش نايمه هنا، انا عايزه سريري، انا عايزه اوضتي. ولا القنانه ده فسفوسه طلعت معرفش فين، ده صبع مش عارفه ضفر ايه اللي جاي، اللي عماله تئن. ووديني الدكتور يا ابني، اوديك الطوارئ، لازم توديني الطوارئ. ليه؟ علشان فسفوسه ما اعرفش ايه. لا، باخد السويه، صاحب الدين، الدينه، التقيه، اللي تخاف الله في نفسها. لان اللي يخاف ربنا يخاف يعصي ربنا في عدم تقوى. هي دي الصفات اللي يجب عليك ان انت تعملها.